يا أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في موضوع بيمسنا كلنا، سؤال ممكن جدا بنسأله لنفسنا كل يوم: ليه بنحس إننا بنتكلم في وادي والناس اللي حوالينا في وادي تاني خالص؟ من خلال تلخيصنا لكتاب محاط بالحمقى مش بس هنجاوب على السؤال ده، لأ، إحنا هناخد المفتاح اللي يخلينا نعرف نتعامل مع أي شخصية مهما كانت مختلفة عننا. أكيد كلنا مرينا بالموقف ده. تكون في اجتماع وبتحاول تشرح فكرتك بمنتهى الحماس، وفجأة تلاقي اللي قدامك بيبصلك ببرود تام كأنك بتتكلم بلغة من كوكب تاني. أو في قعدة عائلية، كلمة بسيطة بتتقال تلاقيها قلبت لمشكلة كبيرة، ومن غير ما أي حد يفهم إيه اللي حصل. الشعور ده محبط جدا، وبيخلينا دايما نسأل هو العيب فينا ولا فيهم. وهنا بقى بتيجي عبقرية الكتاب ده. الفكرة كلها إن المشكلة مش في الذكاء ولا حتى في النوايا. المشكلة ببساطة إن كل واحد فينا له لغة سلوكية خاصة بيه، وإحنا للأسف بنفترض إن كل الناس لازم تفهم لغتنا وتتكلم بيها. الكتاب ده ببساطة عامل زي قاموس للغات السلوكية دي. طيب، إيه السبب الجذري ورا الإحساس ده؟ الكتاب بيدينا قاعدة بسيطة قوي، لكنها بصراحة بتغير كل حاجة. وهي دي بقى القاعدة الذهبية اللي لو فهمناها صح نص مشاكل تواصلنا هتتحل. إحنا طبيعي بنميل نتكلم بالطريقة اللي تريحنا إحنا، لكن عشان الكلام يوصل صح لازم يتقال بالطريقة اللي المستمع بيعرف يستقبل بيها. يعني من الآخر كده لازم نلعب على أرض المستمع مش على أرضنا إحنا. طيب، جميل. نعمل كده إزاي بقى؟ إزاي نكيف طريقتنا؟ هنا بيجي دور الأداة السحرية اللي الكتاب بيقدمها: نظام الألوان. طريقة سهلة ومباشرة جدا عشان نفهم بيها السلوكيات المختلفة ونعرف نتعامل معاها. والموضوع ده على فكرة مش اختراع جديد ولا حاجة، ده ليه أساس علمي قديم اسمه نموذج DISA أو DISA. كل حرف بيرمز لنمط سلوكي أساسي: السيطرة، التأثير، الاستقرار، والقدرة التحليلية. المؤلف ببساطة خد كل نمط من دول واداله لون عشان الموضوع يبقى أسهل بكتير علينا في الفهم والحفظ. طيب، يلا بينا بقى نغوص في الموضوع على طول ونتعرف على الألوان دي واحد واحد. هنشوف كل شخصية بتفكر إزاي وبتتكلم إزاي، وإيه اللي بيحركها وإيه اللي بيوترها. نبدأ بالشخصية الحمراء، الدينامو، شخصية الإنجاز والسرعة. دول الناس اللي غالباً بنشوفهم في مناصب قيادية. هدفهم واحد وواضح: عايزين نخلص الشغل. سريع، حاسم، ومباشر جداً. حتى لغة جسده بتلاقيها صارمة، بيبص في العين مباشرة ومصافحته قوية، وما عندوش أي وقت يضيعه في كلام ملوش لازمة. بس خلي بالكم، كل القوة دي ليها وش تاني. سرعته وحسمه بيخلوه قائد فعال جداً، لكن ده ممكن يخليه نافذ الصبر ومسيطر، والبعض ممكن يشوفه عدواني. هو مش قصد يجرح مشاعر حد، بس هو بيبقى مركز على الهدف لدرجة إنه ممكن ينسى إن في بني آدمين في طريقه. زي شخصية المدير ستور في الكتاب. الراجل ده كان بيجيب تارجت الشركة وزيادة، بس في المقابل كان فريق العمل كله مرعوب منه حرفياً. يعني لو في اجتماع مع شخصية حمراء لازم الكلام يكون محسوب بالثانية. ندخل في الموضوع فوراً، بلاش مقدمات طويلة. نقول له المشكلة أهي، والحل المقترح أهو، والنتيجة المتوقعة أهي. صدقوني هيحترم ده جداً. لكن لو قعدنا نلف وندور ونحكي عن مشاعرنا هنلاقيه فقد تركيزه وبدأ يبص في ساعته. ودلوقتي نيجي للشخصية الصفراء، شمس أي مكان. ده الشخص الاجتماعي المبهج، الأول ما يدخل أي قعدة تحس إن النور دخل معاه. هو مصدر الأفكار الجديدة والطاقة الإيجابية. لغة جسده دايماً منفتحة، بيستخدم إيديه كتير وهو بيتكلم، مبتسم وبيحب يكون مركز الاهتمام. وهنا بقى يجي التناقض العجيب. الشخص الأصفر ساحر وملهم، لكنه مش بتاع تفاصيل خالص. حماسه بيخليه يبدأ مليون مشروع في نفس الوقت، لكن تركيزه بيتشتت بسهولة جدا وممكن للأسف ما يكملش ولا واحد فيهم. بيتكلم أكتر ما بيسمع وممكن يوعد بوعود كتير مش عارف هينفذها إزاي. هو مش كذاب، هو بس عايش اللحظة بحماس زيادة. فالخلاصة عشان نكسب الشخص الأصفر لازم نكون إيجابيين ومبتسمين، نسمع لأفكاره بحماس ونشجعه. بس الأهم، لما نتفق على حاجة لازم نبعت له ملخص للكلام ده في إيميل واضح ومختصر. بلاش نديله تقرير من 50 صفحة، صدقني مش هيفتح أول صفحة فيه أصلاً. البيئة الممتعة بتطلع أحسن ما عنده. ونيجي بقى للشخصية الخضرة الهادية. ده الغيرة اللي بيلزق الفريق في بعضه. ده الشخص اللي الكل بيروح له لما يكون عنده مشكلة. مستمع رائع، صبور، ومخلص لأبعد الحدود. أهم حاجة عنده هي العلاقات والاستقرار. لغة جسده مريحة، بيميل بجسمه عشان يسمع كويس، ونبرة صوته دايماً دافية. الشخص الأخضر هو أفضل صديق وزميل ممكن نتمناه.
بس المشكلة بقى إن حبه الشديد للأمان والاستقرار ده بيخليه عنده حساسية رهيبة من أي تغيير. ممكن ياخد وقت طويل جدا عشان ياخد قرار، وبيكره المواجهة والصراع بكل أشكاله. وده أحيانا بيخليه بال عنيد أو سلبي، لأنه بدل ما يقول لأ بصراحة ممكن يقول حاضر بس ما يعملش الحاجة. مفتاح التعامل مع الشخص الأخضر هو الأمان والثقة. لازم نكون واضحين وصادقين معاه، ولو في تغيير ضروري لازم يحصل بلاش نفاجئه بيه. نشرح له الأسباب بهدوء ونوضح له الفايدة اللي هتعود على الفريق كله، ونسيبه ياخد وقته عشان يستوعب الفكرة. الضغط عليه هو أسرع طريق يخليه يقفل مننا تماماً. وأخيراً، العقل المدبر للمجموعة، الشخصية الزرقاء، ده المحلل، الباحث، الشخص اللي بيهتم بالجودة وبالتفاصيل الصغيرة جداً. كل حاجة عنده لازم تبقى بالورقة والقلم والمنطق. مش بيتكلم كتير، بس لما بيتكلم كل كلمة بيقولها بتبقى مبنية على حقائق وبيانات. لغة جسده متحفظة، وممكن يتجنب يبص في العين لأنه بيبقى مركز في التفكير. دقته الشديدة دي ممكن تنقذ مشاريع كاملة من كوارث. بس الناحية التانية إنه ممكن يغرق في بحر من التفاصيل لدرجة إنه يوصل لحاجة اسمها شلل التحليل، اللي هو بيفضل يحلل 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 لغاية ما المشروع يقف مكانه وما يتحركش. ممكن يبان بارد أو بينتقد كتير، بس ده لأنه دايماً بيدور على الغلط المحتمل عشان نتجنبه. عشان كده لما نتعامل مع شخصية زرقاء لازم نعمل الواجب بتاعنا الأول. لازم نروح ومعانا كل الأرقام والتقارير والأدلة اللي بتدعم كلامنا، ونتوقع أسئلة كتير ودقيقة. بلاش نستعجله عشان ياخد قرار، ونديله كل المعلومات اللي محتاجها عشان يحلل براحته. لما يحس إننا منظمين ودقيقين زيه هيكسب ثقتنا. طيب، كلام جميل قوي، بس في الحقيقة إحنا مش بنتعامل مع لون واحد بس. إيه بقى اللي بيحصل لما نحط الألوان دي كلها في خلاط واحد؟ هنا بيبدأ الصدام، أو ممكن يبقى التكامل. تخيلوا معايا المشهد ده: اجتماع مشروع جديد، الأصفر واقف وعمال يتنطط من الحماس وبيقول يا جماعة عندي فكرة عبقرية، يلا نبدأ فيها من بكرة فوراً. وفي نفس الوقت الأزرق قاعد مربع إيده بمنتهى الهدوء وبيبصله من فوق النضارة ويقول لحظة واحدة بس، ممكن نشوف دراسة الجدوى الأول وإيه البيانات اللي الفكرة دي مبنية عليها؟ هنا الأصفر بيحس إن الأزرق بيخنقه وبيقتل الإبداع، والأزرق شايف إن الأصفر متهور وممكن يودي المشروع في داهية. والحقيقة إن الاتنين صح، بس كل واحد من وجهة نظره. طيب بعد كل ده، إيه الزتونة؟ إيه الخلاصة اللي نطلع بيها من الحكاية دي كلها؟ الهدف الحقيقي من كل ده مش إننا نصنف نفسنا والناس، مش إننا نقول أنا أحمر والكل لازم يستحملني، لأ. القوة الحقيقية في المرونة، إننا نفهم لغة اللي قدامنا ونعدل طريقتنا عشان نعرف نوصل له. يعني لما نتعامل مع الأحمر نتكلم بلغة الإنجاز، مع الأصفر نستخدم الحماس والإيجابية، مع الأخضر نكون هاديين ومصدر أمان، ومع الأزرق نخلي المنطق والبيانات هي اللي تتكلم. خلينا نفكر كده للحظة. في مدير في الشغل، في شريك الحياة، في حد من قرايبنا دايماً بيحصل بينا وبينه سوء تفاهم. ممكن يكون كل اللي محتاجينه هو إننا بس نحاول نتكلم لغته هو، والسؤال ده بيطرح نفسه، والإجابة عليه ممكن تكون بداية لعلاقات أفضل وأنجح بكتير في حياتنا كلنا.